انت كبنت في شبهك كتير جدا هيكونوا بيتفرجوا علينا. اكيد. ايه الحاجه الكومن اللي بتتكرر او ايه الحاجه المشتركه اللي بتتكرر كتير في اي علاقه بتدخليها؟ انا عارفه هي ايه بس قولي. لا قولي لي. هقول لك ان انت بتكوني حد مكتمل، ما عندكيش حاجه ناقصه حد يكملها، فدي دايما بتعمل ازمه. هي بتعمل قلق. قلق بالظبط. اللي هو انت شكلك مش محتاجاني. مش محتاجاني بالظبط. فده اللي بيحصل انه طول ما الشخص ماشي في الرحله بتاعه اكتشافه لنفسه صح. بيبتدي يعرف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه وبيعترض على ايه وبيوافق على ايه. ده بيبقى مقلق للناس اللي مش بتعرف تتعامل مع ده. برافو عليكي. واللي ما عندهاش نفس السيكونس ده في دماغها بالظبط، لان هو احنا جايين الدنيا عشان نكتشف نفسنا ونغير ونطور. بالظبط. لو اللي قدامي مش كده ما لازم نخبط على حادثه على الدائري، يعني احنا خلاص هنعمل ايه؟ ما فيش. بالظبط، ده حقيقي. فالمشكله اللي بتتكرر بشكل يعني مش كل مره بتحصل بنفس الطريقه، بس بتبقى يعني ديفلوب، بتبقى اللي هو ايه يعني ما انت بتكبري بقى بتاخد اشكال مختلفه. بس بتبقى كلها بتصب في حته انه انت مش بتسمحي لي انه انا امارس سلطتي، بس طبعا ما بتتقالش كده. طبعا شوفي حتى انت عارفه تصيغيها، هو حتى تلاقيه معاكي تصيغها. طب انا اساعدك انا. لو انت مش بتسمحي لي امارس سلطتي بالشكل اللي انا عايزه. بس بتتصاغ بقى في حاجات تانية. انت دماغك ناشفه، انت ما بتسمعيش الكلام، انت اللي موديانا في داهيه، انت اللي مش عارفه ايه سبب في المشكله. انت عايزاني اكون زي ما انت عايزه. لا انا عايزك احسن، صدقني والله. ذاك افضل يعني والله عشانك. طب نسمع، طب نتكلم، طب نتفاهم. انا نايم، انا هقوم انام.